محمد علي بن رمضان تمت للاهلي ازاي؟ هقول لك. طيب، انسحاب او استبعاد امام عاشور ومحمد عبد المنعم من معسكر منتخب مصر، وقال لك ان ارون بوبنزا المهاجم الجديد الجبار لنادي الزمالك مش هيمضي لنادي الزمالك وهيمضي لنادي تاني. ايه الحقيقه والتفاصيل ورا المواضيع ديت؟ اهلا بيكم في استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبتدي الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناه لو انت مش مشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. طيب، محمد علي بن رمضان وبعد ما الصفقه اتقفلت بسم الله الرحمن الرحيم من دقايق او من وقت مش كبير خالص، لسه ما كملناش نص ساعه، قال لك على صفحه الاستاذ تامر بدوي وعلى صفحه الكابتن خالد الغندور، قال لك رسميا صفقه محمد علي بن رمضان تمت للنادي الاهلي، واللعيب خلاص هيوقع العقود كمان او هيوقع العقود، وان كل حاجه انتهت. بس الصفقه واقفه على تحويل النادي الاهلي للقيمه الماليه لنادي فرانكو فوريزي المجري. ايه الجديد يا عم الحاج انت وهو؟ يعني انتوا بتسرحوا بالناس ولا بتقولوا معلومه منين؟ ما هو النادي نفسه اولا، الصفقه دي باختصار عشان نريح الكلام من الكلام الكتير، واللي هو هنصحى ونقوم وكل دقيقتين ثلاثه نبتدي نتوه الناس بمعلومات وتفاصيل ما تعرفش هدفها الترند ولا هدفها ايه. يمكن عشان البرنامج الجديد بتاع كابتن خالد الغندور قال لك اخش في الجو وابقى انا اللي قايل واسخن الدنيا. باختصار يعني الصفقه محمد علي بن رمضان فيها ثلاث حاجات. اول حاجه عندك واول مشكله عندك ان نادي فرانك فوريزي عايز 2 مليون و600 الف دولار كاش، مش موافق على التقسيط. اول حاجه. تاني حاجه، المدير الفني طلب تاجيل الصفقه لان احتياجه الفني للاعب ليناير اللي جاي على الاقل. تمام. تالت حاجه، الراجل طالب مليون و600 الف دولار، وده اعلى من سقف المرتبات في النادي الاهلي. يعني عندك ثلاث مشاكل في الصفقه لازم يتحلوا، مش حاجه واحده عشان في ثانيتين ثلاثه بعد ما الصفقه بتبعد هوبا الصفقه هتتم. ما تعرفش الموضوع ازاي. هل الامور دي هتتحل؟ صعب جدا تتحل. يبقى النادي الاهلي صراحه يعني عدى الشابوه، يعني عمل الاعجاز العلمي في الصفقه لو الصفقه دي تمت، رغم ان هي لغايه دلوقتي 80% صعبه ومقفوله. تاني، اول حاجه النادي طالب 2 مليون و600 الف دولار كاش، النادي الاهلي عايز يقسط مش هيقدر يدفع كاش. ليه؟ عنده التزامات عقود تانية زي دفعه بتاعه وسام ابو علي مثلا واكتر من عقود تانية المفروض تدفع. الشرط الثاني عندك احتياج المدير الفني لنادي فرانكو فوريزي اصلا للاعب، وقال لك لو ينتقل في يناير لان الانتقالات اتقفلت عندي مش هعرف اعوضه او انا في احتياج ليه. الثالث، عندك الراجل طالب مليون و600 الف دولار وسقف المرتبات عندك مليون و200 الف دولار، ففي فرق وكده هيبقى عندك مشكله في غرفه اللبس. والنادي الاهلي اولويته المعروفه طول عمره في تاريخه غرفه اللبس تبقى مستقره ما فيهاش اي بلبله وفيها اي حديث، واي لعيب كان بيتجاوز موضوع اوضه اللبس او بيعمل مطالب معينه النادي الاهلي بيقول له شكرا باي باي. فانت بتتكلم في تفاصيل مكلكعه. طيب، خلاص ده كده من قصه يعني محمد علي بن رمضان واضحه لكل الناس عشان ما حدش يجي يرمي لك اي كلام وخلاص. الامور اهي. الصفقه دي لو تمت النادي الاهلي هيبقى عمل معجزه، غير كده احتماليه ان هي مش هتتم دلوقتي 80%، وارد في يناير لما الامور تترتب شويه، غير كده صعبه قوي صعبه قوي يا جماعه. تمام. طيب، استبعاد امام عاشور من معسكر المنتخب. امام عاشور عنده اصابه عضليه موجوده عنده، فالجهاز الطبي والجهاز الفني راى ان استبعاد امام عاشور ان هو يبقى مرتاح افضل ليه وافضل لصحته، وان هو يبقى خلاص الموضوع بعيد عن المنتخب، لان هو واضح انه مش هيقدر يلعب او يبقى موجود في قوام التشكيله بتاعه المنتخب الاساسيه او الاحتياطيه طبقا للاصابه، فبالتالي مش هيبقى مفيد تواجده في المعسكر، فالافضل ليه ان هو يرجع للنادي الاهلي ويتعالج ويبقى كويس. تمام. طيب، محمد عبد المنعم وجه خطاب رسمي يعتذر فيه للجهاز الفني للمنتخب والاتحاد الكوره، وقال ان هو غير جاهز بدنيا وحابب يستغل الفتره دي ان هو يؤهل نفسه ويبقى جاهز لفتره احترافه وبدايه فتره احترافه مع نادي نيس الفرنسي، فطلب بالنص الكلام ده. وخلاص في كلام طلع من كمان من الجهاز الفني المنتخب مش هيقف على لعيب ايا كان اسمه ايه، وان المنتخب اكبر من الكلام ده. رد اللي حصل من الجهاز الفني للمنتخب، وان هم ما عندهمش مشكله ان عبد المنعم ما يجيش. ده باختصار كده القصص. يبقى عندك امام عاشور اصابه، استبعاد للاصابه، وده الافضل للاعب ان هو يرتاح عشان يستعيد ويعمل ريكفري كويس. عندك عبد المنعم باعتذاره، والكابتن حسام حسن قال لك انا مش فارق معايا خلاص. تمام. طيب،
ارومبو بنزا بعد ما الصفقه اعلن عنها ترانسفير ماركت وان في اتفاق شبه كامل مع اللاعب. الفكره باختصار عشان تبقوا فاهمين القصه عامره ازاي او ماشيه ازاي. اي لعيب كبير او اي لعيب مهم بيبقى له اكتر من وكيل او بيبقى له وكاله كامله بتماركته. ايه الفكره؟ الراجل ده مثلا بيبقى عنده وكيل في الشرق الاوسط، عنده وكيل في اسيا، عنده وكيل في اوروبا، عنده وكيل في امريكا. الوكلاء بتوعه دول بيجيبوا له افضل العروض بمقابل ان هم بياخدوا النسب التسويقيه بتاعتهم. متفقين؟ الفكره باختصار ان الراجل الوكيل بتاعه في الشرق الاوسط لما نادي الزمالك تفاوض معاه كان الراجل فليكسبل قوي في التفاوض وسهل الامور، والامور تقريبا حسمت لصالح نادي الزمالك. الفكره كلهم ان نط لهم في المقدر نادي بورسي بيلوس الايراني. نادي الايراني بكل اختصار عرض ازيد تقريبا $100,000 عن نادي الزمالك، فده اللي خلى فيه تفاوضيه شويه وكلام شويه. بس من الاخر كده نادي الزمالك مش هيعدي الصفقه دي من ايده. يعني بوبنزا سفاح ما ينفعش يتفوت، يعني لا هيقف على $100,000 ولا $200,000 حتى. فنادي الزمالك رسميا هتلاقيه بيعلن عن الصفقه مش هتبعد. سبب ان ترانسفير ماركت خلى لعيب فري ايجنت تاني ان في الوكلاء بتوعه الوكيل بتاعه في اسيا، وعرض نادي بورسي بيلوس الايراني كان اقوى، فالوكيل بيضغط عليه وبيحاول يقنعه بالموضوع. فدي الفكره باختصار. انما هو اقرب للزمالك لان الزمالك مش هيعطل على الصفقه دي ماليا، لان الصفقه دي مموله بالكامل من رجال الاعمال وبره عن الاداره، ولو الاداره احتاجت حتى تحط فلوس هتحط. بوبنزا مهاجم سوبر، حطوا دي تحتيها 200,000 خط، مهاجم ما عداش على الدوري المصري حد شبهه. تمام؟ فنادي الزمالك مش هيقع في فخ انه يخسر صفقه زي ديت على ايا كانت التفاصيل. فاي حاجه هيطلبها بوبنزا غالبا نادي الزمالك هينفذها له في قصاد ان هو يتمم الصفقه. هيتقال عن الراجل ده سلوكيا عنده بعض المشاكل زي الاستاذ هاني حتحوت ما اتكلم عنه وكان ليه شويه قصص، بس لعيب عبقري في الملعب. يعني انت لو قدرت تسيطر عليه واللعيب ده ركز معاك هتستفيد منه 1,000,000%. فبالتالي بوبنزا في الزمالك بنسبه 90% مش هتقل عن كده، الا لو نادي الزمالك يعني تراجع عن الامر، غير كده الصفقه هتتم. تمام؟ ومهاجم ما يتفوتش. طيب زيكو الدنيا شكلها بتقرب، شكل اداره لجنه التخطيط في النادي الاهلي بعد ما كان في خلاف على الصفقه ما بين مارسيل كولر واداره التخطيط، الامور شكلها بتقرب، فوارد ان زيكو تشوفوه خلاص في النادي الاهلي. الكلام هيتم امتى؟ الكلام وارد بكره او بعده لو التفاصيل خلاص اتجهت لاقناع كولر بعد ما هو طلب وقت للرد النهائي على الموضوع، سواء عايزه او مش عايزه. فالامور كده في 24 ساعه 48 ساعه هتلاقي الامور خلصت تماما بالنسبه لزيكو من زد للنادي الاهلي، بناء على قرار مارسيل كولر ان ما حدش هيجبره على حاجه بتعليمات مباشره من الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي. تمام؟ في نهايه الحلقه اتمنى كل الامور تكون وضحت لك تماما ومفيش حد يقدر يدي لك معلومه مش صحيحه ويضحك عليك. انت كده واصل لك كل التفاصيل وكل المعلومات والكواليس ماشيه ازاي. اهم حاجه تدعمنا بلايك لان دعمك يهمنا جدا، ولو انت مش مشترك في القناه تشترك عشان يوصلك كل جديد من استوديو الكوره. كنتم مع استوديو الكوره، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.